برضو من سمات ومعايير النضج الثاني البساطة والتلقائية وعدم التكلف، ونقبل الحياة كأطفال نمرح ونبتهج بيها، مش محتاجين نعمل ماسكات وأشكال نواجه بيها الحياة، مش محتاجين نمثل على الناس اللي حوالينا ونعيش أدوار مش بتاعتنا، ناخد الموضوعات كده بكلكعة وعقد ونبص لها من منظور ونحللها زيادة عن اللازم. لا، الأمور البسيطة نشوفها ببساطة، بلاش نحمل المواقف تفسيرات أكثر من اللازم، وكل كلمة نطلع منها معاني خفية أكثر من اللازم. يبقى عندنا الشك وعدم الثقة في كل شيء. شخصنة الأشياء الذاتية والموضوعية. برضو الإنسان الناضج إنسان موضوعي، لكن لما يشخصن الأحداث وكل حدث يعتقد إن هو مقصود بيه، هو مقصود بالسوء، يحملوا العداوة ناحيته، بيتأمروا عليا، بيخططوا لي، الموضوع ده متفصل عشاني. لا، أنا مش منحسر في نفسي زيادة. الانحسار في النفس من عدم النضوج والقدرة على تقبل الموضوعات بعيدا عن شخصيتي، ما ركزش قوي على نفسي. آدم وحواء كان عندهم جسد، كان بيحترموه بيحبوه، كانش مركزين قوي مع شكلهم، كانوا مركزين مع الله نفسه اللي بيكلمهم والمهمة بتاعتهم في الفردوس. لما سقطوا ركزوا قوي على نفسهم، حسوا بالخزي. فالانحصار الزايد في النفس شوية وتكلف شوية عشان أرضي واظهر بمظهر حلو، والخوف من اللوم والانتقاد فاقعد استخبى في ماسكات، ده كله ما يعملش نضوج. لذلك الإنسان الحقيقي يقدر يبقى جوه زي بره، مش محتاج يغطي بأوراق طين ويزيف الحقيقة بتاعته ويحاول يعمل مظاهر تعويضية عشان يداري على الشعور بالألم أو الشعور بالدنيا والنقص أو الشعور بالخزي والعار. فهنا لما كل مشكلة أشوفها وأقول المشكلة دي وضعها إيه، قيمتها ايه، الخطأ فيها فين. طب الخطأ ده لو بيخبط في مصلحة عندي، يعني النهارده لو قلنا للسواقين النهارده غلوا التسعيرة بتاعة المواصلات، يهيصوا ليه؟ احنا هنكسب اكتر. طب لو قلنا ده للركاب، الركاب يزعلوا ليه؟ احنا هندفع اكتر، فده هيكسب اكتر، فده قرار كويس. ده هيدفع اكتر، ده قرار وحش. طب ايه الموضوعية؟ الموضوعية ان انا كراكب اقول ده متناسب مع استهلاك العربية وسعر الوقود وشقة وعرق السواق. بصراحة حقهم يزودوا، العربيات غليت والبنزين غلي، جو هنا بقى صعب والسواق بيتعب كتير، فانا شايف ده ايه كويس وعشان ما يظلموش السواقين. فهنا انا بقيم تقييم ايه، تقييم واقعي، مش مصلحتي انا فين، مصلحتي انا كراكب هدفع اكتر او مصلحتي انا سواق هكسب اكتر، لكن الموضوع القيمة دي عادلة ولا غير عادلة. فالانسان الناضج يتحيز مع العدل مش مع رغباته الشخصية، هو ما يحكمش على الموضوع بمصلحتي في الموضوع ده فين، لكن الموضوع ده عادل ولا مش عادل، حق ولا مش حق، فيتبع الحق اكتر مما يتبع رغبته هو. فلذلك هو موضوعي ومش ذاتي، مش منحسر في ذاته، بسيط وغير متكلف، قادر على الفكاهة والمرح واقتبال التفاعلات البسيطة البريئة، ويعيش زي الأطفال كده بمحبة وببساطة.